السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشين جدا. طبعا النهارده عندي سربرايز جميلة جدا 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 جدا. حاجة من العيار التقيل، حاجة اللي هي ايه، اللي هي زي ما بيقولوا التاتش بتاعها او البوش بتاعها، حاجة اللي هو ايه، تخض الواحد او تفزع الواحد. حاجة جميلة. طبعا يا دوبك لمحتها كده. كان من زمان وانا نفسي اجيبها، جت لي في هدية. عجبتني جدا. بقت بالنسبة لي لما بروح أعمل تيست في أي مطعم، في أي مكان، في أي أوتيل، في أي حاجة داخل أي كيتشن تبقى كويسة، أو داخل أي مطبخ كوبين جوه من جوه كده بتبقى كويسة جدا. طبعا أنا عامل نيلوك جديد على راسي، حاجة يعني زي ما بيقولوا إيه، تغيير فروة الراس دي مش وحش أوي زي ما انتم شايفين، اللي هو تغيير منظر الشعر، تغيير ديكور الفروة. حاجة أحسن وحاجة أفضل وحاجة كويسة. طبعا خلينا في موضوعنا أولا. قبل أي حاجة متنسوش برضه زي ما احنا اتعودنا، هتلاقي عندك اللينك ظاهر عندك لو شفت الفيديو، او اتك على يوتيوب رامي محجوب. حاجة سهلة جدا، وميوزك يوتيوب رامي محجوب، حاجة يعني بالانجليزي طبعا. حاجة سهلة وفي نفس الوقت بسيطة. ولو عجبك اي فيديو او اي شورتس او اي حاجة احنا بننزلها، دوس على لايك وشير واعمل سبسكرايب واعمل كل اللي انت عايزه في الصفحة. اعتبر الصفحة صفحتك، ميهمكش اي حاجة، اهم حاجة ان انت تنبسط بيا وتشوف اي كومنت، ومستنتظرين منك اي كومنت. طبعا النهارده انا عندي سبرايز جميلة جدا، حاجة كويسة جدا. حاجة انا مش هي بص، هو انا مش عارفها، بس عارف هي ممكن اكيد تريليون ان هي تبقى. انا عارف التأكيد بتاعها. عارف ان هي حاجة، بس يعني بنسبة 1500، يعني نسبة 50%، او مثلا 80 هنشوفها مع بعض. فطبعا انا عندي دي طبعا اللي انا بقولك عليها، الشنطة دي جات لي هدية. كانت معايا واحدة بس باظت طبعا. فطبعا دي عشان جات لي هدية في عيد ميلادي، فانا اعتبر حاجة كويسة جدا، حاجة أنا انبسطت بيها جدا. دي يا جماعة بالنسبة لأي شيف حلم حياته، هاند باج نايف، حاجة كويسة جدا. مش وحشة. بتشيل فيها السكاكين. طبعا ده جلد طبيعي، يعني شوف أصلا الخامة عاملة ازاي، يعني مش أي كلام. الاسم بتاعها هو ممكن مش هتشوفوه لأنه مش واضح، أو الشيف كوكينج او المهم يعني هي كويسه. كانت معايا واحده من زمان قوي، يعني من زمان قوي قوي قوي، هي كانت معايا. يا مراحل يعني الهدايا ما تقولش لا يعني. ده هي منظر عاملين عامله ازاي. طبعا هنا دي عشان تشيل الادوات الحاده والمستلزمات بتاعت السكينه، ونشيل كل حاجة. وهنا مثلا لو هتحط مثلا مقياس درجة حرارة، ترمومتر، سكينة صغيرة مثلا أو قلم أو أي حاجة بحيث تسجل النوتة بتاع تبقى محافظة عليها. هنا كل أنواع السكاكين، وهنا كذلك برضو هنا هاند باج لكل حاجة. هنا هي زي ما انتم شايفين. طبعا ده منظر الشنطة. تمام. دي طبعا أنا عادي عارفها، يعني زي ما قلت لكم بنسبة 50% عارف نص الهدية والنص التاني مش عارف. شايف عاملة ازاي؟ ده هي طولها. تمام. هوريكم استخدامها عامل ازاي، وكل حاجة فيها هي. وده الحزام، وده حزام الكتف لو انت هتشيل على كتفك، كل حاجة هنشوفها مع بعض. تمام. طبعا احنا ايه هنخليها كده اهو. خليها دلوقتي وهنوريكم كل حاجة زي ما بقول. ده هي دي اللي جات لي هدية النهاردة. جات لي هدية يوم النهاردة كام؟ النهاردة 27 عيد ميلادي.
يوم 27/5 جات لي الهدية وظبطت العمل وشوفنا الدنيا فيها ايه. طبعا هي دي الهدية، انا مش عارف بس اكيد هي زي ما انا توقعت. بص يا جماعة، اسمها بروفيشنال كوكينج، يعني اكيد دي نايف، دي علامة الار، العلامة دي علامة النايف، سكين او آلة حادة او تبع شركة ألمانية او كده. ف الديزاينر نفسه هو حلو بس عامل كده ليه مش عارف. خلينا ايه مع لحظة كده مع بعض هنشوف. هي جد، هي بص هي جد دي تمام. وليك حاجة كمان، وطبعا جات لي دي. فهي كده ما فيهاش غير حل واحد اللي هو ايه، السكينة اهي. يعني ده كله باكج او طقم على بعضه، يعني شايفين اهو. طبعا زي ما قلت لكم ده باكج على بعضه اهي. حتى لو تلاحظوا ان هي نفس العلامة او نفس الشركة هي اللي موحدة اهي. هي شركة نضيفة عامة. يبقى كده أنا توقعت اللي جوه ده إيه وأنتوا عرفتوها، فخلينا نشوفها دلوقتي هي إيه. هنشوفها دلوقتي ونرتب كل حاجة زي ما كان. تعديل تقيلة، يعني لو وزناها تخش لها ممكن في حاجة في تعملها مساحة حوالي 5 كيلو. تقيلة يعني ماشي. المفاجأة بقى أو السربرايز اللي جابها لي هدية، طبعا انا اسمي رامي سعد. رامي محبوب ده اللي هو اختصار العائله الفاميلي. طبعا رامي سعد دوت اللي هو ار الاول اسمه رامي اس في سعد. طبعا كتب لي حتى على شنطه السكاكين قبل كده ار اس اللي هو اختصار رامي سعد اللي هو تبع ايه. عجبتني الفكره جدا على فكره، يعني كاتب لي على كل حاجه ار اس. وهنا اهي ار اس برضه. والله هي جايه من بره بصراحه، مش هضحك عليكم او ما اضحكش عليكم. جاي من صديق عزيز عليا اسمه ماريو، مستر ماريو من هامبورج. مستر ماريو من هامبورج. طبعا ده كان معجب باكلاتي وبالبيتزا بتاعتي وشغلي، فجاب لي النايف ديت والحاجه ديت في بمناسبه ماي بيرث داي. بجد really thank you Mr. Mario for everything. طبعا سبرايز اميزنج فعلا، مدهشه جدا. فطبعا خلينا نشوف دي بقى ايه نوع السكينه او شكل السكينه عامله ايه. هو طبعا كاتب لي على كل حاجه اسمي اللي هو اختصار رامي سعد اللي هو اختصار ار اس. انا مش عايز تمام. خلينا نشوف الدنيا فيها ايه وانتوا عاملين ايه. هي طبعا غلفة تغليف صعب عشان والله حلو ليه، عشان لو سكاكين تبقى حاجة لازم تفهم تتغلف صح. فتحت قوي. Are you ready? I am ready for every time. ثانية هي زي ما توقعت طبعا. يا جماعة أنا بعشق النايف بأنواعها بقى، سكاكين، ساطور، سيوف، أي حاجة سكينة استخدمها كده اميزنج يعني سو اميزنج يعني مدهش جدا. واو واو جامدة جميلة يعني. اهي يا جماعة شايفين عاملة ازاي؟ حتى الشركة بص لو تلاحظوا كاتب ار اس لرامي سعد، لو حتى السكاكين مكتوب عليها رامي سعد. طبعا هنجرب كل حاجة تمام. هو حاطط طبعا انا خلي مثلا دهن مظبوط، حمي 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 ماشي. وده ايه ده؟ الله
يعني ده مقص لو عندي فيش. وبرضك نفس الشركة RS، دي أجمل سبرايز فعلا. دي خلي بالكم يا جماعة، انتوا بتفتحوا المقص ده، المقص ده بتاع السمك اهوت، باستخدام السمك حامي. اهو بص، يعني انا جايب لكم تنجانية، بص حامي اهو كده، حامي حامي أوي كمان، يعني صعب. عايزين نجرب حاجة تقيلة. خلينا نشوف هيعمل ايه في العلبة دي. شوف غطا اهو. لا حامي، العلبة دي بلاستيك. غطا العلبة حامي يا جماعة، والله العظيم حامي أوي. ديت سوستة عشان الناس وهي بتفتح ما يعني لازم تبقى ماسك من هنا المقبض كده اهو وانت بتفتح. ليه؟ عشان ممكن ينطر في حد او ممكن ينطر فيك يعورك، لانه حامي فعلا وتقيل، خامته حلوه اهو. ماشي، ده بالنسبه للمقص. ممكن كده احسن. تعالى نفتح بقيه الحاجه. ده ترانش. تمام، كل حاجه ليها هنشوف الدنيا بتاعتها فيها ايه. ترانش صغير او سكينه حلوه يعني. ده ترانش يعني مش ده حامي. ده بقى السكينة برضو. تمام، يعني اهي حاجة، يعني بصوا حاجة حامي قوي. يعني خلي بالكم وانتوا بتفتحوا اي آلة فيها حادة، حاجة لازم عايزة ان انت تبقى خبير في الحاجة ديت عشان. تمام، نخلي هنا. لا والنور بتاعها صعب. ماشي، نجرب كل حاجة هنا يا جماعة. الطقم نفسه فين، يعني قطيعة لازم تبقى سكين خاص تتحضر لواحد. بصوا كل حاجة لازم يبقى لها تبييت. اهي تمام. وفي حاجة غلط. ماشي، لازم نخلي الحاجات دي ايه. ماشي تمام. حاجة نفسها حامية أوي يعني، كآلة كعدة كمستحب. ده بقى مستحب. المستحب ده عشان لو حاجة بردت فيهم اهي، نضيف وخامة وحامي. حتى كاتب لي هنا برضو RS رامي سعد، اختصار رامي سعد اهي، عشان برضو كده RS رامي سعد. مستحب، دي حاجة نضيفة. كذلك هنا طب فوق الخيال يا جماعة. رامي سعد RS.
لسه معانا وورق وقميصة. وآخر قطعة تمام. دي شركة جميلة، شكلها شركة ممتازة اهي. ده اهو بالنسبة لده مينفعش يتشال كده، هتلاقي ده كله بعيد عن بعض. ممكن نخلي ده كده مثلا عادي، ده منظر الطبق، ده شكل الطقم اهو. حاجة خامة تقيلة نضيفة، الله أكبر العظيم. ادي اسم الشركة، وزي ما قلتلكوا RS، سكينة مكتوب عليها RS اهي. RS ديت اللي هو اختصار لاسمي انا يعني. عامة هو شكل البتاع نفسه، شكل الطقم اصلا خامته تقيلة يعني، اللي هو ايه، وانا بعشق الحاجة اللي هي الكلاك او الحاجة اللي هي الكويسة جدا. فده الجرار ده هو، ده عشان خاطر الارضية بتاعت الستاند دوت، فلازم يتحط عليه عشان يبقى شكلها قطعة واحدة مش وحشة. تقيلة اوي ديت تمام، فخلي بالك. فطبعا اهي لازم اركبها كده، واجي اشيل يعني اميلها عليا كده اهو، واشيل من تحت تمام. ده بالنسبة للقطعة نفسها. ماشي، تعالوا نبص مثلا ايه على الشنطة بقى اللي انا قلتلكوا عليها اهي. الشنطة مثلا لو انا هنفترض ان احنا هنحط الحاجة ديت، نفترض مثلا ان احنا ايه هنحط ده اهي، نحطها كده اهي كده اهو. واحط بقى بقية المعدات مثلا السكاكين النايف اي حاجة، واغطي. هو جاي لامم ده كده، لامم 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 اهو تمام. ده منظر اهو، وقرب عشان مفيش حاجة تقع تمام. طبعا اهم حاجة في كل ده، لازم لما اجي احط يعني ما اخليش الطقم ده، ما اخليش مثلا لما اجي احط السكينة تبقى سكينة فوق، لا اخليها تحت. ليه؟ عشان ده يحمي لو حاجة وقعت محدش يتعور اللي شايلها وكده تمام. هنلم الحاجة دي بقى زي ما كانت، وهنشغلها طبعا معانا بس مش دلوقتي. هي بس المفاجأة نفسها جميلة جدا، حلوة مش وحشة. هدية في غاية الجمال وغاية الروعة. بحب أشكر صحابي اللي هدوني بهدايا، بس طبعا أنا مش حابب برضو زي هرجع أقول لكم، مش حابب شغل إن حد يديني هدية وبتاع، ومضطر إن أنا أديله هدية. فطبعا لا، أنا عايزك بدل ما تديني هدية وأنا أديك هدية، يا عم قول لي كل سنة وأنت طيب وأنا أديك هدية. عايد عليا قول لي كل سنة وأنت طيب، وسلم عليا وتطمن عليا. لعل عسى ان الهدايا ما تنفع، لكن اللي بينفع هي الصحاب. سكينة من الحامي بتاعها يعني، ممكن لو يعني بصوا يا جماعة، أنا مش قصدي حاجة، مش قصدي مثلا إن أنا يعني ممكن لو عملنا كده أهو حامية يعني، بصوا أهي حامية يعني أهي. بس خلي بالك إن حامية جامد، حامية أوي كمان يعني. السكينة نفسها يعني زي ما بيقولوا اللي يجي على المسنة يتسنى، فهي حامية قوي. السكينة العدة نفسها حامية قوي 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 قوي. الخضار اللي انا بقطعه ده مش هرميه، ده انا هعمل بيه اكل، بس هي حاجة كده ايه زي ما بيقولوا يعني. طبعا الحاجة دي كويسة جدا. نحاول بقى نرجع كل شيء لمكانه
هنبدأها كام قطعة الطعم ده يا جماعة؟ شوفوا في حاجة غلط، لازم تسمعها بسهولة جدا. طبعا عد الطعم ده 6 صغيرين، 3 6 7 8 9 10 11 12 قطعة، و13 14 اللي هو المستحب والمقص بتاع السمك. حاجة في منتهى الخيال اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، 12 قطعة بالتمام والكمال. ده يا جماعة حاجة زي ما بقول لكم كده، حاجة نضيفة جدا، حاجة تقيلة موزونة ليها عيش. طبعا بصراحة الطعم ده أنا مش هشتغل بيه برضو، وهنشوف الدنيا فيها ايه. وأتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، ويا رب دايما تحرصوا على مجاملات بعض، ويا رب الطقم ده يكون عجبكم. الطقم ده غالي يعني، معدي شويات، مكلف. طبعا دي اللي هدية. معايا واحد مش زيه، يعني واحد أقل منه بمراحل. أنا بعشق السكاكين، وبعشق أي حاجة لونها بلاك. بعشق الحاجة اللي أنا باجي أستخدمها تبقى معايا حاجة بروفيشنال، حاجة يعني إن أنا أقدر أطلع بيها تيست، حاجة إن أنا أقدر أطلع تقيل أوي كمان. بس يا عم، وبس يا سيدي، أهم حاجة زي ما اتفقنا التاتش بتاعها، سنة الباكج أو سنة الحاجة نفسها، لازم الديزاينر بتاعها بيبقى جميل جدا. حاول إن أنت تستخدم حاجة صح، تستخدمها تقطيع، تستخدمها كأي شيء تستخدمها. دي على فكرة دي شركة شفتها، شركة ألمانية. أنا بصراحة ما بصيتش في حاجة، لأن أنا حبيت لما الهدايا تيجي أديكوا عليها على طول أديكوا أعرفكوا بيها يعني، ولا مؤاخذة. أعرفكوا بالسبرايس اللي بتجيلي، أعرفكوا بحاجة، أي حاجة تخصص المطبخ. كل حاجة يا جماعة ليها استخدام. يعني عندكم مثلا السكينة ديت، زي مثلا لو هخلي فراخ، هخلي حاجة تبقى صغيرة معايا من ناحية العظم، بتبقى جميلة جدا. كذلك أما الترانش ده، لو هقطع مثلا زي نظام الترانش ده زي نظام الترانش اللي هو مشرشر زي المنشار كده. لو هقطع حاجة عايزة زي هقطع عيش فينو، قلب توست، عايز اقطع مثلا حاجة فيها تخشينة او فيها جر اللي انا ما فردتكهاش، زي مثلا مش هينفع اقطع بديت خضرة، لا الخضرة اللي هي سكينة اللي هي ايه زي دي تيجي معاك في الخضرة جميلة جدا. ديت تيجي معاك في العيش الفينو، في التوست، في اي حاجة احلى واحلى واحلى. كل سكينة ليها تقطيعة. فهي بالنسبة لده، هي حرفيا كده طعام. بالنسبة لده زي ما قلت لكم العيش الفينو، هتقطع بيها جلاش، تقطع بيها حاجة، فدي كويسة جدا. خلي عندك بلانشات. بلانشات زي مثلا عندك البلانشة ديت مثلا ان انت تقدر تستخدمها مثلا للطماطم، للخضار، واحدة للحمة اللي هي الحمراء، ده عندي واحدة حمراء للحمة. خلي واحدة خضار. مش عايز تعمل كده، ممكن مثلا عشان ما نقولش بقى ان احنا بنأفور قوي، نخلي كل حاجة استخدامها حلو، نحافظ على الاستخدام. ليه؟ مش شرط ان يجي لي صحة او كريستال او اي شركة من الشركات اللي هي زي اللي بنسمع عنها ان هي بتشمع المحلات وبتشمع الفنادق. لا، احنا عايزين نخلي المطبخ بتاع البيت ده ونخليه اللي هو زي نظام فندق، او يمكن احسن كمان. ليه؟ اعتبر حط يا سيدي في كل علبة توابل، خلي لها علبة، كل ميكس توابل، خلي ازازة للزيت، ازازة للخل، ازازة مش عارف ليه. خلي ديكور مطبخك كأنك انت هتعيش فيه وعايش فيه وبتنام فيه وبتاكل فيه وكل حاجة، لأن المطبخ ده يا جماعة أساس البيت. هتقول لي طب ما أوضة النوم أساس البيت؟ لا، ممكن أستغنى عن أوضة النوم وأنام في الصالة. ممكن أستغنى عن أوضة النوم وزهقان وعامل مشاكل، ممكن أخش أنام في المطبخ. ممكن أستغنى عن أوضة النوم وأنا في أي حتة. لكن الأكل لازم لما أجي آكل ما أكلش في حتة فيها تراب، ما أكلش في حتة فيها عفرة، ما أكلش في حتة فيها عفانة، ما أكلش في حتة فيها ميكروبات، ما أكلش في حتة فيها أي مشاكل. لما أجي آكل
اكل في مكان نظيف، احافظ على منظر البيت، احافظ على نظافة ايدي، نظافة الشخصية، احافظ على شكلي، احافظ على، احس بالمطبخ كده ان هو انسان، يعني بهتم بيه عشان يديني احس ان فيه ببدع. ماشي، ده بالنسبة للسكينة وبالنسبة للمطبخ، وفي دروس كتير هناخدها مع بعض. لازم نخلي بالنا من حاجات كتير جدا، النظافة، الفيروس، الفيروسات، الحاجات ديت نستخدمها كويس جدا ونخلي بالنا. وأتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، ومتنسوش تعملوا لايك أو شير في تبع عندي على القناة. لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك أو شير، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومتنسوش على اليوتيوب رامي محبوب، واستنى تعليقاتكم وكومنتاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.